ده كده الشكل النهائي بتاعي بعد ما طلعته من الفرن بعد 8 ساعات. شايفين القوام عامل ازاي، شايفين الوش عامل ازاي. طبعا الكيلو معايا عمل 8 كوبايات. يا مساء الفل على احلى ناس في الدنيا. النهارده في مطبخ فاطمه هنعمل الزبادي في البيت. زي ما احنا شايفين كده، احنا بنجيب الزبادي من بره، وطبعا عشان غلو الاسعار كل حاجه غليت، فبرضو علبه الزبادي غليت، فاحنا هنعملها في البيت وطريقتها سهله جدا. تعالوا مع بعض نشوف الطريقه، لان حتى المقادير هتلاقوها بسيطه. يلا بينا، وما ننساش اللايك والسبسكرايب وتفعيل الجرس. يلا بينا على الطريقه. الطريقه عندي سهله وبسيطه جدا، وكلها هتحصل في الخلاط. عندي ده عباره عن كيلو لبن من عند اللبان مغلي كويس قوي. لازم اتاكد ان هو غلى كويس، وباكد تاني ان هو يكون لبن من اللبان. اللبن اما تجيبيه تغليه وتحطيه يسقع في التلاجة مثلا قبلها بيوم ولا حاجه، ففي الحاله دي هتطلعيه وتدفيه علشان يبقى زي دمعة العين زي ما بيقولوا. اما هتغليه في ساعتها وتعملي الزبادي، لو زنقتي في الوقت وجبتيه في ساعتها لازم تستني لما يدفى. يبقى انا عندي كيلو لبن من اللبان، ولازم يكون دافي، ان انت لما تحطي ايدك كده تحسي انه زي دمعة العين. ده اول حاجه، كيلو لبن. بعد كده عندي كوبايه زبادي، اعتبرها الخميره بتاعتي اهي، تمام، زي ما احنا شايفين من عند اللبان، ولازم يكون زبادي بلدي، تمام. هنزل بكوبايه الزبادي على كيلو لبن. يبقى انا كده حطيت ايه، كيلو لبن وعلبه زبادي. سهله وبسيطه. اللي جاي اسهل بقى. كل اللي هعمله اني انا هحط معلقه سكر صغيره او نص معلقه سكر كبيره. طبعا السكر ده حسب ما انتوا عايزين، بس انا مش بحبه يبقى محلي ومسكر قوي. وفي ناس بتحط عسل ابيض، نص معلقه عسل ابيض برضو تبقى تمام عشان تبقى مغذيه. ونحط حته تاتش كده زياده هتفرق قوي مع اللبن بتاعنا، وهي معلقتين لبن بودره. خلصنا المقادير. يبقى انا عندي تاني المقادير: كيلو لبن، كوبايه زبادي بلدي من عند اللبان، معلقتين لبن بودره، ونص معلقه او معلقه سكر حسب ما انتوا عايزين. هنخلط الكلام ده كله وبعد كده نشوف. يلا بينا. بفكركم تاني باللايك والسبسكرايب وتفعيل الجرس. هبدا دلوقتي اشغل. ده بقى الشكل اللي عندي اهو زي ما احنا شايفين، تمام. انا ضربته ضربه كويسه قوي، وهي مره واحده عشان ما يدخلش هوا فيه كتير. كل اللي انا هعمله طبعا كده كده الشفشه عندي هيساعدني ان انا اصب من غير ما ادلدق حاجه عشان البوز ده. انا وانا بضرب الخلاط قبل ما اعمل دون رحت مولعه الفرن على 180، وده مهم جدا، تمام. هنجيب دلوقتي الكوبايات اللي هنحط فيها، نكون مجهزين الصينيه بتاعتنا. وفي حاجه من حاجتين بيتعملوا هنشوفهم مع بعض دلوقتي وانا بصب. نخلي بالنا واحنا بنصب، مهم قوي ان ايدينا تبقى واطيه مش عاليه، مستوى يعني مش عالي عن الكوبايه، عشان ما تاخدش هوا بقدر الامكان. بصوا، هو انا كده صبيت. اللي باقي دون اللي هو بيبقى بيدي دسامه للوش، فهنصب هنوزعها على الكوبايات. هي تبان روه، بس هي شايفين طبعا الزبادي واللبن عشان فيهم دسامه، فبنوصل للنتيجه الفظيعه دي. في ناس اصلا ما بتحبوش بوش، فبتشيل وش اللبن، فمفيش مشكله. كده انا باقي لي اخر خطوه واهم خطوه. لو ناخد بالنا، في ناس بتحط ميه، تكون ميه دافيه زي حمام ميه كده في الصينيه وفي كوبايات. انا بفضل طريقه اسهل من كده خالص، عشان ما احتارش ميه سخنه الميه بارده. مشغله الفرن زي ما قلنا على 180. لما احس ان انا لما ادخل ايدي في الفرن بقى قادره اتحملها، فالحاله دي بقى في الفرن. وده اللي عملته دلوقتي حالا، قفلت الفرن. كل حكايه ان انا هغطي الصينيه بفويل كويس قوي، ودي اهم حاجه، واحضنها في الفرن وهي مقفوله. يبقى انا هوصل حراره الفرن 180 واقفل عليها، بحيث تكون متحمله ان انا احط ايدي جوه الفرن، مبقاش حاسه بسخونيه. ومن غير ميه ومن غير اي حاجه خالص، هقوم حطاهم وبسيبهم حوالي 8 ساعات. انا بفضل ان انا اعمل الموضوع بالليل، اصحى الصبح اشيله في التلاجة ساعتين، وبألف هنا وشفا، وهتلاقوا طعمه خطير.
والوش بتاعه ملوش حل. وقارنوا بينه وبين الزبادي بتاع اللبان، اتحداكم ان انتوا هتبطلوا تجيبوا الزبادي من بره فعلا. مش بتكلم بس في انه الحاجه غليت، كمان الطعم والقيمه الغذائيه حته تانية خالص. بفكركم باللايك والسبسكرايب وتفعيل الجرس، ومستنيه لما تعملوه تقولي ايه رايكم بامانه. هنقفل دلوقتي الصينيه ونشوف مع بعض. في حاجه مهمه نسيت اقولها لكم كمان، هو طبعا الكميه طلعت 8 كوبايات عشان انا ملياهم على الاخر. لو هتعملي بمقدار الكوبايه اللي بره هيرموا معاكي 10 كوبايات. يلا بينا نحطهم في الفرن، وكمان 8 ساعات ان شاء الله نشوف النتيجه. ده كده الشكل النهائي بتاعي بعد ما طلعته من الفرن بعد 8 ساعات. كنت محضناه في الفرن 8 ساعات زي ما احنا شايفين القوام عامل ازاي، شايفين الوش عامل ازاي. طبعا الكيلو معايا عمل 8 كوبايات عشان انا ملياها. لو انا منقصاها شويه واعملها قد حجم بتاعه اللي بره الجاهزه فممكن تدي معايا 10 كوبايات كمان. جربوا الطريقه هتعجبكم قوي. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب وتفعيل الجرس. وبألف هنا وشفا ليكم مع مطبخ فاطمة، وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم.